كل سنة وانتم طيبين. من دخول شهر رمضان الكريم كتير من الناس بيجيلها تساؤل عن تأثير شهر رمضان على البورصة. مبدئيا مفيش تأثير ثابت على البورصة والتداول في شهر رمضان، لأن كل سنة الظروف بتكون مختلفة وبيكون ليها معطيات خاصة بيها. والتأثير اللي بنشوفه على سلوك المستثمرين خصوصا الأفراد خلال شهر رمضان هو إن ساعات العمل بتتغير وبيقل الوقت المتاح للتداول، وده بيخلي السوق أبطأ شوية في تحركاته مقارنة بالشهور العادية. كمان كتير من المستثمرين بيفضلوا إن هم ياخدوا أجازات أو يقللوا حجم التداول، ده طبعا بسبب الروتين اليومي اللي بيختلف في الشهر الكريم. وعلى فكرة شهر رمضان بيكون فرصة كويسة جدا للشراء، لأن الاعتقاد الغالب عن سوق الأسهم إن الدنيا بتريح شوية أو المؤشرات بتكون في اتجاه عرضي، وده بسبب تأثير السيولة. عشان كده لازم تكون مستعد إنك تشتري الأسهم بأسعار كويسة جدا، ولازم الأول تكون محدد ومتابع الأسهم اللي ناوي تشتريها كويس، وكمان محدد السعر اللي ناوي تشتري بيه السهم. وهنا حابب أنوه إن في عدد من الأسهم بينتعش في الشهر الكريم زي أسهم شركات قطاع الأغذية والمشروبات، لأن دي بتكون فترة رواج ليهم وزيادة في المبيعات، وبالتالي أخبار كويسة جدا عن الأسهم وزيادة أرباحها، فبيأثر بالتبعية على سعر السهم زي دومتي وجهينة وعبور لاند. نصيحتي ليك هنا، لو بتفكر تبدأ الاستثمار في شهر رمضان لازم تكون على دراية كويسة جدا إن السوق ممكن يكون حركته أقل، وبالتالي لازم تكون حذر في اتخاذ قراراتك وتكون مستعد لتحركات السوق وتراقب الأخبار الاقتصادية المؤثرة في الفترة دي. في النهاية شهر رمضان بيكون فرصة للمستثمر طويل الأجل عشان يراجع استراتيجياته ويخطط كويس للخطوات اللي جاية. لو عندك أي تجارب أو ملاحظات عن تأثير شهر رمضان على البورصة ياريت تشاركها معانا، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا. وأخيرا كل سنة وحضراتكم طيبين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.